صلاة عصر أول تكذو هي صلاة الصبح أول تكذا وحي سبب ويهين إن الله جل وعلا سبحانه وتعالى الأركم عن قيامة في جنات نعيمكم على وأركم روفي سائر إخواني صلاة عصر هي صلاة الصبح ويني بدن بيليه واي أيها الأخوة الأخوات يعني نبي واكي لحديث أبو موسى الأشعري من صلى البردين دخل الجنة البردين وهي صلاة عصر وحلتو كذا حلقا مالنت ugu qabow waxa waa maalinta inteeda dambeeya salaada subaxna waxa la tukada habeenka xilliga ugu qabow waa habeenka intiisa dambe salaada subax iyo salaada casr xadiiskan jariir abdullah al-bajali radiyallahu ta'ala anhu ay raxo masaladaas inay qulubteena marna ka baxda maaha ay al-akh wa al-ukht haddaad jeceshay ilaahay aragiisa haddaad u muraaqoonayso inaad rabbiga aad aragto salafku waxay oran jireen wallahi ma taabat aljannatu illa bi ru'yati wajhi Allah subhanahu wa ta'ala ay oo naciimka jannada ee yaala qusuurteeda iyo xuurteeda iyo anhaarteedu waxa weeyaan waxa intaba ka wada sareysa ayuu wal khawaat ilaahay jalla wa ala araga wajhigiisa la arkayo كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون كواسي إلهي سبحانه وتعالى إن أرقيس لك حجابايو إما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفعايد داسي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ودري شدي وحيري هديك هو قال ذا إلهي سبحانه وتعالى لك حجابي إلى أركان وحي آيدو دليلو تهي إلى مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى أركيان أيها الأخوة والأخوات يعني مرول بقوا هسيكاغرو صلاة الصبح ورنيو مرول بقوا أتكعاجستو ونفتح العاجز كدر انتو إماتنك صلاة الصبح هذه مريسو واحد حصوصتها إنه يجردون تمالين وإلهي سبحانه وتعالى مؤمنين تأصوا الرندونه في جنات النعيم وإلهي سبحانه وتعالى أي أركدونان يا لها من نعمة يا لها من ثمن يا له من ثواب ويا له من فضل أيها الأخوة والأخوات نعيمك أنت عليك إنه حن الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى إنه كوي دي سننا إنه إلهي جل وعلا آنو إنه قدين أو إلهي سبحانه وتعالى ونقدقه ذات كمال انت سوين يا موقف كاسي عظيم في جنات عدن وفي جنات النعيم وإلهي سبحانه وتعالى ونعيمك وين وصينايو مركا أيها الأخوة والأخوات خاصة الرجال الله الله وحول بوائنات فضيصته وحول بوائنات دينا عسكريكتو سياد النقطة من أهل الفجر مع الجماعة إنات كم النقطة نعيم كاسي وين أي إله وقبل قادر أدوميس الصالحين تا حقيقة أن حديث كاسي وحوين وين أيو إنوت المامية قفكي إنون لديرين قلين لها حديث كاسي وديرين قلين إياه قفكي إن مراقة أباهن حديث كاسي مراقة أيو قلين إياه قفكي إن شوق أباهن أو إنو شوق أقرأ إلهي أرقيس عز وجل حديث كاسي أيانا قفلا فضلق صلاة الصبح يفضلق صلاة عصرنا حديث كاسي أيانا قفلا وأخيرا وحندونا إلى تلمامه حديث كاسي جرير عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وحكم ذي هي وحديث الصحابة بدنا يسوريين أحاديث كالسلف أهل السنة والجماعة أي أدلي شدين إثبات الرؤية أي أسوغين إن مؤمنين أي ربي قد سبحانه وتعالى قيامها في جنات النعيم أي الله عز وجل أي أركيان تاسع عقيدها كون نقطه وسيدا أؤمن إن مؤمنين إلهي سبحانه وتعالى ربي قد أي أركيان هانا كم من نقن قوة ضفري رؤية طوائفتا مبتدعة سيدا معتزلة إلهي سبحانه وتعالى أنه أنفعه وحانو نري أولا وأخيرا ولا الله مسلمين تنهاكو أنفعه إلهي سبحانه وتعالى وحانو وديسنا صدق إخلاص إنه إلهي سبحانه وتعالى نجا إلى الرياء يستوس وحانو لنا هي نضدك أن كواننا إن أن اللونه أي الله سبحانه وتعالى كما نقلنا أنا أقول أن نقول نكو ودك بدن إنكو عمل فلان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.